السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، ازيكم حبايبي عاملين ايه؟ ان شاء الله يا رب تكونوا بألف خير. النهارده ان شاء الله هعمل معاكم الكبد والقوانص بتاعتنا بطريقة سهلة جدا، اسهل طريقة للكبد والقوانص، ما تاخدش معانا ربع ساعة تلت ساعة بالكتير قوي وتكون مستوية. يلا بينا نشوف الطريقة والمقادير، بس قبل ما بنبدأ بنصلي على النبي عليه الصلاة والسلام ونقول بسم الله الرحمن الرحيم. المقادير بتاعتنا هي عبارة عن كبد وقوانص بتاعت الفراخ، أي كمية احنا عايزينها، وسمنة بلدي، والتوابل ملح وفلفل أسمر. هنعمل ايه دلوقتي؟ هناخد السمنة بتاعتنا نحطها في الطاسة لحد ما تسخن، وبعد كده هنحط فيها ايه الكبد والقوانص عشان نحمرها. زي ما انتوا شايفين انا حطيت السمنة بتاعتنا سخنت، هنحط على طول الكبد والقوانص. هنقعد نقلب في الكبد والقوانص بتاعتنا لحد ما تتحمر كويس. زي ما انتوا شايفين الكبده بتاعتنا خدت لون واتحمرت من فوق ومن تحت. هنعمل ايه دلوقتي؟ هنرش رشه من الملح كده، وتاني فلفل اسمر زي ما انتوا شايفين كده. طبعا دلوقتي الكبده بتاعتنا او الكبد والقوانص، الكبده طبعا استوت لان هي ما بتاخدش وقت، القوانص طبعا لسه او دخلت في نص السوا. هنعمل ايه دلوقتي؟ انا هزودها شويه ميه صغيرين كده اهو. دلوقتي انا حطيت الميه عليها زي ما انتوا شايفين، انا هسيبها لمده ربع ساعه لحد ما القوانص بتاعتنا هي والقلوب تكمل سواها. هغطيها وهوطي النار عليها كويس قوي، وبعد كده تستوي براحتها. وادي الكبد والقوانص بتاعتنا بعد ما استوت وشربت الميه اللي انا حطيتها لها. طبعا هي ما بتكملش ربع ساعه بعد ما بحط لها الميه، وبتستوي بطريقه بسيطه وسهله جدا وعلى السريع. ينفع جنبها شويه مكرونه، شويه رز بالخير. ولادكم جدا، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناه، وبألف هنا.